صباح الخير، انا محمد مصطفى مستشار عقاري في دبي، والنهارده جاي اكلمك على دبي هيلز ستيت، افخم الكوميونيتيز المعموله من المطور رقم واحد في المنطقه كلها اعمار. وهنناقش في الفيديو ده مع بعض اللوكيشن تبع دبي هيلز ستيت، مخطط الكوميونتي والخدمات اللي موجوده فيه، والفرص الاستثماريه اللي موجوده، وافضل الطروحات او اجدد الطروحات اللي موجوده دلوقتي من اعمار. بالاخص ان في احدى الطروحات موجوده هو براندد من بالاس باي اعمار. بالاس دي بالمناسبه هي براند اوتيلات من اعمار زي ذا ادرس وفيدا وروف. بالاس كمان واحد من افخم البراندات اللي موجوده، فده بيضمن لك او بيقدم لك داخل المشروع اللي انت بتشتري فيه او البنايه اللي انت بتشتري فيها اعلى كواليتي، افضل التشطيبات والتصاميم كمان. دبي هيلز ستيت هو كوميونيتي فخم جدا، ماسيف ديفلوبمنت على 11 مليون متر مربع، متكون من معظمه فيلل وتاون هاوس، والخط الخارجي فقط هو اللي فيه الشقق السكنيه. زائد كمان ان الكوميونتي بيضم ملعب جولف انترناشونال جولف كورس 18 حفره. لكن بالنسبه للوكيشن ممتاز جدا، لان لو احنا بنتكلم على لوكيشن دبي هيلز ستيت فهو موجود في قلب دبي، يعتبر بينك وبين الداون تاون 12 دقيقه، بينك وبين دبي مارينا والجي بي ار 15 دقيقه. اما بالنسبه للوكيشنز المستقبليه زي مطار المكتوم هيبقى بينك وبينه 25 دقيقه. بس انت حرفيا اللوكيشن بتاعك جميل جدا في قلب دبي على شارع الخيل مباشره، مع تقاطع واحد من اهم الشوارع التقاطعيه وهو شارع سقيم. اللوكيشن ده بيقدم بروكسيميتلي او بيقدم كونكتيفيتي او بيقدم نقط اتصال عاليه جدا للناس اللي ساكنه هنا. زائد كمان المول التجاري اللي موجود واكبر حديقه مركزيه، زائد المشاريع الجديده اللي جايه. كل ده هيأثر عليك وعلى استثمارك في قلب دبي. طبعا المطور معروف، المطور اعمار رقم واحد في الريجن كله، وهو افضل المطورين اللي الناس بتقدر تحقق معاهم عائد استثماري، وهو افضل المطورين اللي المستثمرين بيفضلوهم. لان بكل بساطه مهما تستثمر مع اعمار ما بيكونش عندك اي قلق بخصوص اعاده البيع والاوعاد الايجاريه، لا وكمان الارباح، لان الارباح مع اعمار بفضل الله بتكون مضمونه، لان انت عندك ناس اللي احنا فيه الاسعار زادت من 2020 ل 2025 من 1200 درهم للقدم لمتوسط 2300 درهم للقدم، يعني ارباح تجاوزت ال 100%. ده المتوسط، في ناس عملت 200 و300%، الناس اللي اشترت في سيدرا وميبل تاون هاوس، حتى الشقق كمان السكنيه. اما بالنسبه للقصور والفيلات عملت ارقام اكتر من كده بكتير. وقبل ما نتجه جوه وندخل على الموك اب ونشوف المجسم وكل الخدمات اللي بتكون موجوده في الكوميونتي، خليني اقول لك حاجه كويسه جدا على اعمار. اعمار ما بيطرحش مشاريع كتيره وما بيطرحش عدد وحدات كبير، بل بالعكس بيهتم بالخدمات والكوميونتي والاكسكلوسيفيتي، اللي هي انك انت يبقى عندك خصوصيه اعلى، يبقى عندك عدد وحدات اقل في قلب الكوميونتي تبعه، وعلى اللي بيخلق الطلب العالي، وبالتالي بيخلق كمان زياده في راس المال وكمان زياده في الايجارات. وعمار بيقدم اسلوب حياه فاخر اللي هم في غالبيتهم العائلات والمستثمرين. اما بالنسبه للكوميونتي اللي احنا موجودين فيه دبي هيلز ستيت، اكثر الكوميونتي جاذبيه للمستخدمين النهائيين، يعني الناس جايه بتشتري علشان تعيش مش عشان تستثمر. 55% من الموجودين او الناس اللي اشترت هنا في دبي هيلز ستيت هم اند يوزرز، اما بالنسبه ل 45% فهم مستثمرين. وده بيعمل بالانس قوي جدا، لان مش كل الناس اللي داخله تشتري بغرض اعاده البيع او الايجار، فيحصل عندك سبلاي اكتر من الديماند. لكن هنا بيحصل العكس، ان السبلاي قليل جدا جدا والديماند هو اللي عالي. فدي فرصه جدا انك تدخل دلوقتي مع اعمار في دبي هيلز ستيت. كمان لو استثمرت في مشروع ذا بالاس فده هيقدم لك قيمه اضافيه بتتجاوز ال 18%، سواء في العائد الاستثماري او حتى قيمه اضافيه على الايجار، لان دايما البراندد ريزيدنس بيكون ليها اضافه على الاستثمار تبعك. يعني نقدر نقول على دبي هيلز ستيت هي الكوميونتي المتكامل اللي بيجمع ما بين اسلوب الحياه فاخر اليت وما بين اللوكيشن المميز. معظم الكوميونتي احنا عارفين ان بتبقى متطرفه شويه، اعمار عنده كوميونيتيز كتير مميزه جدا، لكن الاقوى فيهم واللي بنعتبره افضل وافخم ماستر بلان اتعملت لحد دلوقتي من اعمار هي دبي هيلز ستيت، لان زي ما قلنا بتجمع ما بين اسلوب الحياه راقي واللوكيشن 10 دقائق بس للداون تاون والبيزنس باي. ايه اللي بنقدمه كاسلوب حياه موجود هنا في دبي هيلز ستيت؟ في خدمات وامينتيز موجوده هنا انكمبيتابل، واللوكيشن انكمبيتابل برضه. انا باكد على اللوكيشن لان اللوكيشن مش صعب يتكرر تاني، سهل تلاقي فرص جديده في اماكن تانيه في دبي الجنوب في دبي لاند، لكن في حاجه في دبي هيلز ستيت هتبقى صعبه جدا، لان الكوميونتي قدامه فتره 3 سنين 5 سنين ويبقى كومبليت، وساعتها مش هتلاقي اي فرصه من اللي احنا نتكلم عليها. حتى اسعار النهارده مش هتكون هي الاسعار اللي هتكون بعد خلال 6 شهور او سنه. هكلمك دلوقتي على اسلوب الحياه والخدمات اللي بتتقدم داخل الكوميونتي. عندك 18 هول انترناشونال جولف كورس، هو عباره عن هو ملعب جولف 18 حفره، وراجع البيانات والاخبار والاحصائيات بتحكي ان اي منطقه فيها ملعب جولف او مساحات خضراء كبيره بيأثر بزياده 18 ل 20% عن بقيه الكوميونتي الثانيه. يعني مثلا لو الاسعار زادت في منطقه ما
100,000 درهم، هنا تزيد 120,000 درهم. ده احدى الاسباب اللي تخليك كمستثمر تفكر في الكوميونتي، زائد كمان السكيرسيتي او الندره، لان احنا هنشوف زي ما احنا شايفين الكوميونتي متسلم. اي حاجه بكلمك عليها دلوقتي هي جاهزه. ملعب الجولف جاهز، اكبر حديقه مركزيه قدامي هنا موجوده جاهزه وشغاله والناس عايشه موجوده دلوقتي. تاني اكبر مول بعد دبي مول على طول قدامي هنا اهو، دبي هيلز ستيت مول، اكتر من 500 محل داخل الكوميونتي. الطرف ده تاون هاوسز والطرف ده قصور. زي ما انت شايف الندره في عدد الشقق اللي موجوده هي على الطرف الخارجي. مدارس، في مدرستين موجودين، كينج سكول وجيمس سكول، وموجود داخل الكوميونتي مستشفى كينج كوليدج هوسبيتال موجوده على طول هنا اهو. كينج كوليدج هوسبيتال موجوده على طول هنا. فانت عندك كل الخدمات اللي هتعوزها من الصبح بالليل، مطاعم، كافي شوب، محلات تجاريه، مول تجاري، مساحات خضراء، ملاعب جولف، اسلوب حياه فخم جدا وراقي. وزي ما قلت لك كل ده يبعد عن الداون تاون بس 10 دقائق. علشان كده هي هتكون كوميونتي للمستقبل، كوميونتي الحياه دبي هيلز ستيت. وقبل ما اختم الفيديو هعيد ثاني على اللوكيشن وعلى الخدمات. ادي ده دبي هيلز مول موجود وشغال. ده شارع ام سقيم واللي راح يجي عليه خط مترو في المستقبل. ده شارع الخيل 10 12 دقيقه للداون تاون برج خليفه دبي مول. هنا دي اكبر حديقه مركزيه دبي هيلز بارك. عندك ووتر سبلاش موجود داخل الحديقه هنا، ومناطق العاب الاطفال والباربيكيو اريا. ده هنا برضو في حديقه جديده مركزيه جايه يعتبر مساحتها كبيره، ودي اللي هيكون فيها المشاريع الجديده اللي هنتكلم عنها في فيديو تاني. طبعا المشاريع هنا والاسعار هنا بتبدا من 1,600,000 درهم على 4 سنين خطه سداد. يعني قدامك 4 سنين، فرصه ممتازه جدا لنمو راس المال وانت بتدفع اقساط مع المطور رقم 1 على مستوى الشرق الاوسط هو اعمار. زائد كمان ان انت عندك هنا مدرستين، المدرستين موجودين هنا، وكينج كوليدج هوسبيتال دي مستشفى كينج. طبعا في جوامع، في حدائق، ده ملاعب الجولف تاني. هنا عندنا دي البنايات هي اللي على الصف الخارجي بالكامل زي ما احنا شايفين. فاذا انت مستثمر او اند يوزر بيدور على فرصه ممتازه جدا مع مطور كبير في لوكيشن استراتيجي كوميونتي على الشورت تيرم واللونج تيرم، حابب تعمل فليبنج، حابب تستثمر وتعمل عائد استثماري عالي، هو ده واحد من افضل الكوميونتي. قارن ما بين اعمار، ما بين اسعار اعمار في بقيه الكوميونتي والكوميونتي ده، هتلاقي الكوميونتي هنا من افضل الاسعار اللي تقدر تعمل فيها نمو راس مال. زائد ان الطروحات اللي جايه مع كل طرح، معروف ان المطورين الكبار زي اعمار مع كل طرح بيزودوا الاسعار، فانت بتستفاد من طرح لطرح لطرح. وانا زي ما قلت برشح لك مشروع بلس ده اللي هو براندد ريزيدنسي، مشروع سكني براندد من بلس اللي هو براند الاوتيلات تبع اعمار. هيقدم لك فاسيلتي اقوى، انتيريور ديزاين افضل، خدمات ارقى، اسلوب حياه ارقى كتير جدا. وزي ما قلت لك على مستوى العوائد وعلى مستوى اعاده البيع سهل جدا، والارباح هتكون اكتر. انا محمد مصطفى، مستشار عقاري في دبي. ارقام تظهر عندك على الشاشه. لاي استفسارات تواصل معايا على الخاص.